السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومهمة بزاف من إيكوما بودكاست. اليوم غادي نحطوا النقاط على الحروف في واحد الموضوع مصيري كيمس كل واحد فينا خدام في القطاع الخاص، ألا وهو التقاعد. واش عمركم وقفتوا مع راسكم وسولتوا هذا السؤال؟ واش بغيتوا تخرجوا تقاعد ب 50% ولا ب 70% من الصالير ديالكم؟ تبعوا معايا مزيان، حيث في هذا الشرح المفصل غادي نعطيكم الخريطه الكامله باش توصلوا للهدف الذهبي ديال 70%. غادي نشرح لكم بالتفصيل الممل السقف الجديد ديال 8000 درهم وكيفاش غادي ياثر عليكم، وغادي نكشفوا لكم على 3 ديال الاخطاء القاتله اللي كيفعوا فيها بزاف ديال الناس وكتضيع عليهم السنين ديال الخدمه ديالهم باطل. شوفوا، بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم ان التقاعد مجرد مساله وقت، كتخدم واحد العدد ديال السنين وصافي وكتخرج. ولكن سمحوا لي نقول لكم، هذه هي اكبر واخطر فكره ممكن تكون عندكم. التقاعد ماشي وقت، التقاعد تخطيط واستراتيجيه. الفرق بين واحد غادي يعيش مرتاح في كبره وواحد غادي يتكرفص هو التخطيط. السؤال الحقيقي اللي خاص كل واحد يطرحه على راسه هو: واش الهدف ديالي هو نوصل لسن 60 ونتصدى بمعاش كيمثل غير نص ديال الاجره ديالي، ولا باغي نكون من دوك الناس اللي خطوا مزيان وضمنوا النسبه القصوى ديال 70% وعيشه كريمه؟ الجواب كاين في التفاصيل اللي غادي نشوفوها دابا. في هذا الشرح غادي نعطيكم الاسرار كامله، غادي نوريكم بالحساب كيفاش توصلوا لديك 70%. غادي نفهموا مزيان هذه القضيه ديال السقف الجديد ديال 8000 درهم، علاش هو مهم، ولكن التاثير ديالو غادي يكون تدريجي. وغادي ندويو على نظام التقاعد التكميلي CMR، وعلاش هو ماشي غير خيار بل ضروره للناس اللي الاجور ديالهم طالعه. والاهم من هذا الشيء كامل هو الاخطاء الثلاثه القاتله. هادو هما الفخاخ اللي خاصكم تتجنبوها باي ثمن باش ما يضيعش لكم الحق ديالكم اللي ضربتوا عليه تماره سنين وسنين. هاد المعلومات اللي غادي نبارطاجي معاكم اليوم ضروريه لكل واحد خدام في القطاع الخاص، سواء يلاه بدا الخدمه او قرب يخرج تقاعد. داكشي علاش قبل ما نبداو، اذا كان هذا المحتوى كيفيدكم فالدعم ديالكم لينا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه غادي يشجعنا بزاف باش نقدموا المزيد من الشروحات اللي بحال هذه. يا الله، نبداو الرحله ديالنا اللي مقسمه على 5 ديال المحاور باش نفهموا هذا الموضوع مزيان ونخرجوا بخطه عمل واضحه. غادي نمشيو دقه دقه باش كل شيء يكون مفهوم ومضبوط. أول حاجة نبداو بالقواعد الجديدة. نظام التقاعد الأساسي اللي كنا تابعين ليه، اللي هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو CNSS، هو نظام كيتسمى توزيعي. شنو كتعني هاد الهضرة؟ ببساطة الفلوس اللي كيقتطعوها لينا من الصالير ديالنا دابا هي نيت اللي كتخلص المعاشات ديال الناس اللي متقاعدين اليوم. وهذا النظام هذا عرف تغييرات جذرية ومهمة بزاف مع الإصلاحات ديال 2025. اهم واكبر تغيير جاي به هذا الاصلاح هو عتبه الاستفاده. شحال هادي كان خاصك بز منك تكمل 3240 يوم ديال التصريح، يعني تقريبا 10 سنين ونص ديال الخدمه المتواصله باش يلاه يكون عندك الحق في شي حاجه سميتها التقاعد. بصراحه هاد الشرط كان قاسي بزاف وكان كيقصي عدد كبير ديال الناس اللي المسار المهني ديالهم كان متقطع. ولكن دابا مع الاصلاح الجديد هاد العتبه هبطات ل 1320 يوم فقط. هادشي شنو كيعني؟ كيعني ان اي شخص خدم وهو مصرح به لمده كتقارب 4 سنين ونص، واخا يوقف من الخدمه لشي سبب، راه ضمن الحق ديالو في معاش شهري مدى الحياه. اكيد المبلغ غادي يكون قليل، ولكن المهم هو ان الحق في التقاعد بحد ذاته ولا مضمون. وكاين خبر زوين اخر للناس اللي ما وصلوش حتى لديك 13 و20 يوم. في النظام القديم الا ما كملتيش 3240 يوم وقررتي تسترجع فلوسك، الصندوق كان كيرد لك غير حصه الاجير ديالك، اما حصه المشغل اللي هي قدها قدو النصيب والاسد كانت كتضيع عليك. دابا اصلاح 2025 جا باش يعالج هذا الحيف التاريخي، ولا عندك الحق تسترجع الاشتراكات ديالك وديال المشغل بجوج، يعني المبلغ اللي غادي يرجع لك الضعف. النقطه الثالثه المهمه هي السقف ديال الاجر. شحال هادي واخا تكون كتشد 10000 درهم، الصندوق كان كيحسب لك التقاعد على اساس اقصى ديال 6000 درهم. دابا هاد السقف غادي يبدا يطلع تدريجيا باش يوصل ل 8000 درهم. ولكن ردوا البال، هاد الزياده ما غاديش تحسوا بها من دابا. علاش؟ حيت المعاش كيتحسب على متوسط الاجر ديال اخر 96 شهر، يعني 8 سنين. اذا التاثير الكامل ديال 8000 درهم غيبان مع مرور الوقت. وآخر نقطة في هذا المحور وهي هدية حقيقية للمتقاعدين. ابتداء من سنة 2026 المعاش الأساسي ديال CNSS غادي يولي معفى بالكامل من الضريبة على الدخل أو ما يعرف ب IR. هذا الإجراء غادي يحسن بشكل كبير من القدرة الشرائية ديال المتقاعدين، حيث الفلوس اللي غتدخل للجيب غتكون صافية بلا اقتطاعات ضريبية. يلا دابا ندوزو للقسم الثاني وهو قلب هذا الشرح، الاستراتيجيه الذهبيه. هنا فين كاين السر باش تضمن احسن تقاعد ممكن.
الهدف الأزمة ديال أي موظف في القطاع الخاص هو يوصل نسبة 70% من الأجر المرجعي ديالو، حيث هذه هي النسبة القصوى اللي كيسمح بها القانون. يلا نجبدوا ورقه والسيلو ونشوفوا الحساب. اولا بمجرد ما كتكمل 3240 يوم ديال الخدمه كتضمن 50% من الاجر المرجعي ديالك. هذه هي القاعده. من بعد هذه المرحله النظام كيبدا يكافئك على كل نهار اضافي. كل 216 يوم ديال التصريح كتزيدها فوق 3240 يوم كتربح 1% اضافيه. اذا باش تنتقل من 50% ل 70% خاصك 20%، وهاد 20% هي 20 مره ديال 1%، يعني خاصك تجمع 20 مره ديال 216 اليوم اللي هي 4320 يوم اضافي. اذا المجموع الكلي باش توصل للهدف الذهبي هو 3240 زائد 4320 اللي كيعطينا 7560 يوم. هذا الشيء كيعادل تقريبا 25 سنه ونص ديال الخدمه المتصله بالتصريح كامل. إذن الفكرة اللي خصكم تخرجوا بها من هنا هي أن الخدمة ديالكم من بعد ما تكملوا 3240 يوم ماشي عبء، بل هي أفضل استثمار ممكن ديروا في راسكم. كل نهار كتخدموا فوق ديك العتبة هو فلوس كتزيدوها في المعاش ديالكم المستقبلي بعائد مضمون 100% من طرف الدولة. دابا وصلنا لواحد القسم اللي مهم وحساس بزاف، نقدر نسميه قسم فرامل الأمان، حيث هو اللي غادي يحميكم من أنكم تضيعوا سنوات ديال التعب في لحظة ديال الغفلة. غادي ندويو على 3 ديال الأخطاء القاتلة اللي للأسف بزاف ديال الناس كيطيحوا فيها. الخطأ الأول والأكثر شيوعاً هو إهمال مراقبة كشف المسار المهني أو ما يسمى ب الريليفي دو كارير. الكارثة هي أن بزاف ديال الموظفين كيتسنوا حتى كيقربوا لسن التقاعد، مثلا 59 عام، عاد كيفكروا يمشيوا للصندوق باش يطلبوا هذه الكشف، وهذه مصيبة حقيقية. تخيلوا معايا الصدمة. فديك اللحظة الحاسمة كتكتشف أن واحد المشغل قديم خدمت معاه 10 سنين ما صرحش بيك أصلاً، أو صرح بيك ناقص. فهذه الحالة كتكون دخلتي في متاهة، ممكن تكون دازت مدة التقادم القانونية، وممكن ديك الشركة تكون سدت أو أفلست، وكيولي تصحيح الوضع شبه مستحيل، وضاعوا لك 10 سنين من حقك في الهواء. الحل بسيط جدا وقائي، خاصكم توليو تعتبروا مراقبة المسار المهني ديالكم جزء من روتينكم. دخلوا الموقع أو التطبيق ديال الصندوق كل شهر، أو على الأقل مرة كل 3 ديال الأشهر، وتأكدوا أن التصريحات ديالكم مقيدة. إلا لقيتوا أي شهر ناقص خاصكم تحركوا في البلاصة. أولا هضروا مع المشغل ديالكم، إلا ما كانش تجاوب مباشرة لمفتشية الشغل. الخطأ الثاني هو فخ التأمين الاختياري. هذه واحد الآلية قانونية ممتازة، ولكن الجهل بها كيرجعها مصيدة خطيرة جدا. نعطيكم مثال باش تفهموا. تخيل أنك خدمتي وجمعتي 2900 يوم، ولشي سبب جلستي من الخدمة، بقاو لك 340 يوم فقط باش تكمل 3240 يوم وتضمنوا تقاعد 50%. الخطأ القاتل هو تقول ماشي مشكل حتى نلقى خدمة أخرى ونكمل. لا، القانون كيعطيك مهلة ديال 12 شهر فقط من تاريخ توقفك عن العمل باش تمشي للصندوق وتطلب التأمين الاختياري اللي كيخليك تكمل دوك الأيام اللي ناقصك من جيبك. إلا دازت عليك 12 شهر صافي، ضاع عليك هذا الحق للأبد، وغادي تبقى حياتك كلها عالق تحت عتبة التقاعد. الخطأ الثالث، واللي هو ماشي خطأ ديالكم ولكن حيلة كيديروها بعض المشغلين باش ينقصوا عليهم التكاليف، هو ما يسمى باستراتيجية الشهر الناقص أو الأيام المفقودة. المشكل هو أن بعض المشغلين عوض ما يصرحوا ب 26 يوم ديال الخدمة في الشهر كيصرحوا غير ب 18 أو 20 يوم. بالنسبة لكم أنتم خدامين الشهر كامل، ولكن في الأوراق ديال الصندوق أنتم خدامين غير جزء منه. التأثير ديال هذه الحيلة كارثي على المدى البعيد، حيث كتعطل لكم الوصول للأهداف ديال 3240 يوم وديال 7560 يوم بسنوات. الحل هو دائما تراقبوا عدد الأيام المصرح بها كل شهر وتأكدوا أنها مطابقة للواقع. دابا غادي ندوزو للقسم الرابع، وهو موجه خصيصا للناس اللي عندهم أجر شهري كيتجاوز السقف الجديد ديال 8000 درهم. بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين الاعتماد فقط وحصريا على النظام الأساسي ديال سينيساس هو بمثابة انتحار مالي. علاش؟ حيث واخا يكون الراتب ديالكم 15000 أو 20000 درهم، الصندوق غادي يحسب لكم تقاعد على أساس السقس ديال 8000 درهم فقط. تخيلوا معايا هذا المثال الواقعي اللي شفناه هنا في إيكوما بودكاست. مدير مبيعات كان الراتب ديالو الأخير هو 15000 درهم، ولكن فاش تقاعد تخاجأ بمعاش من سينيساس ديال 3720 درهم فقط. هادشي كيعني أن نسبة التعويض ديالو كانت 24% فقط من دخله الحقيقي. هذه صدمة مالية حقيقية. الحل هنا هو التنويع والتوجه للتقاعد التكميلي، ونظام الأشهر في المغرب هو الصندوق المهني المغربي للتقاعد أو سيماير. الفرق بينه وبين سينيساس كبير بزاف. سيمار مش نظام توزيعي، هو نظام دال النقاط.
كل درهم كتساهم بيه كتحول لنقاط تبقى مسجلة في الحساب الشخصي ذلك. وهذا النظام ديال النقاط عنده مزايا استراتيجية كبيرة. مثلا كاينه إمكانية شراء النقاط، يعني تقدر في واحد اللحظة تضخ مبلغ مالي استثنائي باش تزيد من عدد النقاط ديالك وتصلح التقاعد ديالك. وفاش كتوصل لسن التقاعد سيم اير كيعطيك مرونة كبيرة، إما تاخذ معاش شهري كامل أو تقدر تسحب واحد الجزء من رأس المال ديالك دفعة واحدة والباقي تاخذه كمعاش شهري. وأخيراً وصلنا للقسم الخامس والأخير. ما يمكنش نهضروا على ضمان تقاعد مزيان بلا ما ندويو على الجانب الإداري اللي هو تفصيل صغير ولكن كيقدر يوقف ليكم الملف ديالكم ويخليكم بلا مدخول لشهور. أهم حاجة واللي خاصكم ديروها من دابا واخا يكون باقي لكم 20 عام على التقاعد هي مطابقة البيانات. تأكدوا أن الاسم الكامل ديالكم وتاريخ الازدياد المسجلين في الصندوق هما نفسهم حرفيا اللي في البطاقة الوطنية. أي غلط بسيط واخا يكون غير في مسافة أو حرف ممكن يجمد لكم الملف ديالكم شهور طويلة فاش تكونوا في سميس الحاجة للمعاش. والنصيحة الثانية، استفدوا من الإصلاحات وبلغوها. إلا كان عندكم شي واحد من العائلة خدم أكثر من 4 سنين ونص وما كانش عنده الحق في التقاعد بالنظام القديم، علموا أنه دابا ولا عنده الحق يطالب بمعاش أو يسترجع اشتراكاته كاملة. إذا باش نلخصوا هادشي كامل ونخرجوا بخلاصة عملية، ضمان تقاعد مريح ماشي ضربة حظ وماشي مسؤولية الصندوق بوحده، هي خطة محكمة ومسؤولية شخصية بالدرجة الأولى. وها هي خطة العمل ديالكم في 5 نقاط واضحة. أولا، المراقبة المستمرة والدورية للسجل المهني ديالكم. ثانيا، استعملوا آلية التأمين الاختياري فورا يلا توقفتوا على العمل وعندكم نقص في الأيام. ثالثا، نوعوا مصادر التقاعد ديالكم وما تعتمدوش غير على CNSS خصوصا الأجور عالية. رابعا، ما تقنعوش ب50%، كملوا في الخدمة والتصريح باش توصلوا للهدف الذهبي ديال 70%. وخامسا وأخيرا، تأكدوا من صحة بياناتكم الإدارية من دابا ماشي حتى لآخر لحظة. هاد الإصلاحات ديال 2025 هي فعلا خطوات إيجابية ومهمة، ولكنها ما كتعفيش كل واحد فينا من مسؤوليته الشخصية في التخطيط لمستقبله. تذكروا دائما هاد الجملة: التقاعد ديالكم هو مجرد مرآة كتعكس داكشي اللي خططتوا ليه في شبابكم. وصلنا لنهاية هالشرح المفصل. كنت بتمنى من قلبي أنه هذه المعلومات اللي قدمناها لكم في إيكوما بودكاست تكون فادتكم وعطتكم رؤية أوضح. يلا، عندكم أي استفسارات أو تجارب بغيتوا تشاركوها خلوها لينا في التعليقات لتحت. شكرا بزاف على متابعتكم ونتلاقى في فيديو جاي إن شاء الله.